تعالوا بقى كده النهاردة هنعمل كسكسي مش في 10 دقايق بس، لا هنعمله في 10 ثواني بجد بدون مبالغة. كسكسي سريع جدا بدون حلة وبدون بخار وبدون شاشة وبدون كبة وبدون اي مجهود خالص ولا تعب ولا وقفة. بجد الطريقة تحفة تحفة تحفة. يلا بسم الله يلا بينا. اول حاجة معانا معلقة كبيرة من السمنة او الزبدة، ومعانا كوباية من دقيق السامولينا او دقيق البسبوسة. هننزل بكوباية الدقيق البسبوسة او السامولينا، وهنفضل نقلب كده نشوحهم تشويحة بسيطة خالص على النار، يا دوبك بس دقيق البسبوسة يشرب السمنة بتاعته، ونروح نازلين عليه بمية قد الدقيق مرة ونص. يعني احنا حطينا كوباية من الدقيق هنحط كوباية ونص من المية، حطينا كوبايتين من الدقيق هنحط 3 كوبايات من المية. فاهميني؟ ضروري جدا نظبط كمية المية مع كمية دقيق السميد زي ما احنا شايفين. هنفضل بقى نقلب على نار متوسطة. هتلاقوه طبعا الاول كده تقل، وهتلاقوه كلكع معاكم وبقى قطعة واحدة. ما تقلقوش خالص خالص خالص، خليكوا زي ما بقول لكم كده معايا. هنفضل نقلب، والوقت ده بقى ممكن نجيب مضرب البيض علشان كل ما هينشف المية بتاعته منه كل ما هيبدأ يفرول معانا وتبقى حبيبات صغيرة. يعني كل ما هتنشفي المية بتاعته كل ما هتلاقيه فرول معاكي وبدأ يعمل حبيبات صغيرة زي الكسكسي بالظبط. هوريكم في اخر الفيديو عامل ازاي، بس الاول هتلاقوه قطع كده تقيلة، ولما تقلبوه تلاقوه برضو كده ماسك في نفسه. ما تقلقوش خالص خالص. كل ما هتسيبوه على النار يشرب المية وينشف كل ما هيبدأ يرمل ويبدأ يفلفل معاكي، وهيبقى تحفة تحفة تحفة. بس اهم حاجة تفضلي تقلبي باستمرار، ويا ريت لو يكون معاكي مضرب كده زي ما احنا بنعمل علشان يفرول معاكي بسهولة، علشان كل المعلقة هتخليه يتجمع مع بعضه اكتر والمية بتاعته ما تنشفش منه بسرعة. زي ما احنا شايفين كده هنفضل نقلب لحد ما يوصل للمرحلة اللي احنا عايزينها. كل ما هننشفه على النار من ميته كل ما هيديكي فلفلة حلوة قوي، ولا هتحتاجي تضربيه في الكبة ولا هتحتاجي تعملي فيه اي حاجة تاني خالص. بس اهم حاجة يكون عندك صبر وتصبري عليه على النار لحد ما يفلفل معاكي خالص، وتفضلي تقلبي. وطبعا كل ما هتحطيه في حاجة واسعة علشان تقلبي براحتك وما يبهدلش حواليكي البوتاجاز كل ما هيكون افضل وافضل. شايفين ما شاء الله بدأت ملامحه تظهر وبدأت الحبيبات بتاعه الكسكسي تظهر ويبقى مفلفل وتحفة. بصوا شايفين كده ما شاء الله. هوريكم قد ايه هو مفلفل. شايفين التحفة تحفة. هنروح بقى نغرفه في الطبق. انا طبعا ما حطيتش هنا سمنة في الاخر عشان انا حاطه سمنة كتير في الاول. لو حسيتي ان هو محتاج سمنة حطي معلقة سمنة قبل بقى ما تحطيه في الطبق، ورشي السكر بقى عليه والمكسرات بتاعتك زي ما تحبي، واستمتعي بأحلى طبق كسكسي في 10 ثواني. بجد تحفة وسهل جدا 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 يا جماعة. حقيقي يستاهل التجربة. يعني انا عايزة اقول لكم اعملوا كمية براحتكم ما تقلقوش والله تحفة. بس علشان طبعا اول تجربة جربوا في كوباية وشوفوا قولوا لي ايه رأيكم. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ونورتوني. باي باي.